السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أعزائي الكرام في قناتنا من جديد. اليوم إن شاء الله غادي نوجدوا العجينة ديال الكرواسون اللي غادي نستعمل في العديد من المعجنات إن شاء الله، اللي غادي نحتاجو إن شاء الله في كرواسون في الشنيك ديالنا في الباتي بان شوكولا. تجي عجين هائلة. غير نحتاجو إن شاء الله في المقادير 500 غرام ديال الدقيق، غادي نحتاجو واحد 3 غرام ديال الملحه، وهنايا واحد معلقه ديال البودر فاني، وغادي نحتاجو 50 غرام ديال السكر سنيده، وغادي نحتاجو 8 غرام ديال الخميره مكسكسه، الخميره ديال الخبز. واللي عنده الخميره معجنه غادي نحتاجو 12 غرام. مع دروكا بدا تيسخن الحال، يعني راه دغيا غتخمر لينا. وغادي نحتاجو واحد ربع معلقه ديال محسن الخبز، يعني تقريبا 1 غرام ديال محسن الخبز. واللي ما باش يستعمل محسن الخبز ممكن يستعمل 20 غرام ديال الحليب بودر. وغادي نحتاجو 50 غرام ديال الزبده، وغادي نحتاجو المدافي للعجن، وغادي نحتاجو ان شاء الله 250 غرام ديال مارغالين خاصه بالطوريق، ماشي الزبده اللي كناكلو، مارغالين اللي خاصه بالطوريق، حيت لا درنا الزبده اصلا تتكون ساهله باش تذوب، غادي ما عادش تنجح لينا كرواسو ديالنا. وبالنسبه حاجه اخرى اللي مهمه في العجينه ديال الكرواسو باش تصدق ليك، انك ما تجريهاش. الا فات جرات لك العجينه يعني راه تعذبك اول حاجه في الطراق، ثاني حاجه تعذبك في منين تديريها تصايبيها وتقاديها وديرها في اللاطه ديالك، تبغي تدخليها الفران، منين تخمر تبغي دوريها تتهبط هذيك الخميره تتهبط. وحاجه اخرى ثاني منين كاع تطيب الكرواسون ديالك ما تجيش مقوفليه وتجي منفوخه تجي شويه مسطحه، تجي رقيقه. من الاحسن العجينه ما تكونش جاريه. ولا وثاني الا كنتي ما بغيتيش ديري محسن الخبز خاص يكون دقيق سميتو النوعيه ديالو ممتازه. وبالنسبه للاخوات الجزائريات، حنا راه في المغرب تنقولوا ليه الدقيق، نتوما تتقولوا فرينه، خاص فرينه تكون حاجه مزيانه كاليتي مزيانه. ومحسن الخبز يعني راه كاع المخابز تيستعملوه، ما كاينش شي مخبزه لا في المغرب ولا في الجزائر ولا على صعيد العالم ما تيستعملوش محسن الخبز، حيت محسن الخبز عنده واحد الدور مهم، تيقوي العجينه ديالنا وما تيخليهاش تهبط بسهوله وتيجيب الحاجه منفوخه بزاف. نبداو ان شاء الله على بركه الله. غادي ناخذ الدقيق نديروه في الماشين ديالنا، غادي نضيفو ان شاء الله عليه الفاني، غادي نضيفو عليه ان شاء الله الملحه، غادي نضيفو ان شاء الله السكر، وغادي نزيدو هاد 1 غرام ديال سميتو ديال محسن الخبز، غادي نضيفو ان شاء الله الخميره. بالنسبه للخميره ممكن كل اخت وشنو تدير، مع كاين اللي تيديرها في الماء عادي يعجن بها، انا نديرها ديريكت في العجينه. كل وحده تجرب الطريقه اللي عارفاها تتصدق ليها. وغادي نضيفو المدافي. قلنا العجينه ديالنا ما غاديش نجريوها، خاص العجينه تكون شاده روحها، نخليوها تدلك مزيان. كما تتشوفوا الزبده ديالنا راه ما استعملناهاش، غادي نخليوها ان شاء الله حتى تعجن مزيان العجين ديالنا، عاد نتلاقاو واش نديرو الزبده. كما تشوفوا العجينه ديالنا راه تتكون قاصحه، غادي نضيفو ان شاء الله ديك الزبده نكونوا قطعناها شويه رقيقه باش تسهل على لا ماشين ديالنا باش تخدمها. غادي نضيفو هذيك الزبده
ونخليوها ان شاء الله تدخل في العجين مزيان، ونتلاقاو باش ان شاء الله نشوفوا العجين ديالنا كي تتولي. من بعد ما تعجنات العجينه ديالنا تتكون بحال هذا الشكل، يعني ما تتكونش رطبه بزاف وما كتكونش قاصحه ثاني بين وبين. غادي نحيدوها ان شاء الله من الموس ديال العجانه ديالنا، ونخليوها ان شاء الله نديروها في القاع ونخليوها حتى تخمر. ملي تخمر ان شاء الله نتلاقاو باش نورقوها. السلام عليكم. بعد ما خمرات لينا العجينه ديالنا نحاولوا نهبطوها مزيان. العجينه راه قلت لكم ما خاصهاش تكون قاصحه، هانتوما شك تتولي الاستيك. غادي ندهنوا السطح بشويه ديال الدقيق ولا النشا، انا تنفضل النشا. نحاولوا نديروا شويه. والزبده ديالنا يعني مارغالين ديال الطوريق، خاصه بالطوريق، ناكد خاصه بالطوريق. غادي نحاولوا هاد الجنيبات نسرحوهم شويه والوسط يكون شويه غليظ. بهذه الطريقه مارغالين ديالنا غادي نكونوا دايرينها في الثلاجه ومسرحينها بالمدلك شويه. نديروا على واحد البلاستيكه ونسرحوها بالمدلك ونديروها في الثلاجه حتى تشد راسها مزيان. غادي نجيبوها نديروها ان شاء الله الوسط بهذه الطريقه، ونجيبوا هاد العجين نديروه هنا، ونجيبوا هذه اللي هنا حتى هي نديروها، وهاد الجهه هذه نجيبوها حتى هي الوسط، وهذه اللي هنا حتى هي نجيبوها بهذه الطريقه. غادي نشدوا ان شاء الله المدلك ديالنا ونحاولوا نبركوا عليها بهذه الطريقه باش تتسهل علينا. نحاولوا ما نبركوش بزاف ونقلبوا. الا شلنا بلي السطح ما بقاش فيه الدقيق او النشا نحاولوا نحافظوا بعدا على الشكل ديالها، ونبداو ان شاء الله نورقوا. ما نورقوش بزاف، يعني هي نجيو نجيبو في يدينا بهذه الطريقه. نحاولوا نديروها على العرض شويه. العجينه راه الا كانت شويه قاصحه تتسهل عليكم، ومارغالين ثاني راه احسن من الزبده. في الطوراق خاصنا مارغالين. منين تنورقوها بهذه الطريقه غادي نشدو هذا الطرف هذا نجيبوه هنا، ونجيبو هذا مقاد معاه، خاصو يكون بحال هكا بهذه الطريقه. ونحاولوا هذا نديروه هنا بهذه الطريقه. دوكا ان شاء الله غادي نعاودو ثاني نديرو السطح ديالنا بواحد شويه ديال النشا، ونحاولوا نحلوها بالحلال. ونحاولوا ما تثقبش لينا العجين ديالنا. انا راه تقبات لي من هنا شويه بركت عليها، ولكن ماشي مشكل، ما تجيش كلها طوطوب ان شاء الله. نحاولوا نعرضوها شويه. بهذه الطريقه ملي نديروا ليها هكا غادي نجيبوا الطرف هذا نديروه هنا، ونحاولوا يكون شويه متصايب. غادي نجيبوا الطرف هذا نديروه هنا بهذه الطريقه. وإلا شلنا الزبده ديالنا مارغالين ديالنا بلي بدات تطلق ندخلوها للثلاجه تتشد روحها شويه ونعاودو نخدموا بها. بحال دروكا راه الحال بارد ما نحتاجوش لهاد العمليه. وغادي نورقوها ثاني بهذه الطريقه. هذه هي العجينه المعتمده عندي ديال الكرواسون،
والباتي بان شوكولا والشنيك. هذه هي الطريقه اللي تندير. وغادي ان شاء الله الباتي بان شوكولا زبره بشكل جديد تجي هائله. ايوا نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو ونكون فدت شي اخوات. بالنسبه للاخت اللي قالت لك بغات الكرواسون، غادي ان شاء الله كل حلقه منين ورقناها بهذه الطريقه غادي نجيبوا هذا الطرف هذا نديروه هنا شويه درتو، وهذا نجيبوه هنا. وها هي العجينه تاع الكرواسه ديالنا جاهزه للاستعمال. بالنسبه لعجين الكرواسون ما يمكنش تحتفظي بها في المجمد، ولا ممكن مثلا ديريها في الصباح وديريها في العشيه، ولكن هذيك الفكره ديال المجمد انا ما عمرني جربتها. ممكن تحتفظي بكرواسه في المجمد هي متفقه معاه، ولكن باش تحتفظي بالعجين لا. نقسموها ان شاء الله باش تشوفوا العجين ديالنا كي تجي. هانتوما شوفوا الكرواسون ديالها كي تجي مورقه، تيجي باينه داك الفويتاج ديالها. نتمنى ان شاء الله تعجبكم العجين مورق، عفوا العجين ديال الكرواسون. وتا بالنسبه للعجين المورق تنستعملوا بنفس الطريقه. غادي ان شاء الله ندير واحد الفيديو خاص بالعجين المورق، وهاد غادي ان شاء الله هاد العجينه هادي غادي ندير واحد الفيديو نصايبوا به كرواسون ديالنا. يلا مع السلامه، واللي عجبها الفيديو تعمل لايك، وما تنساش تدعي معايا شي دعيوه تاع الخير، ومع السلامه في فيديو اخر ان شاء الله.